ايهما افضل يا عزيزي؟ انك تصطاد سمكة ولا حد يجي يديها لك على الجاهز؟ انا واللي هيكون ليه قيمة اكتر في النهاية؟ انا بقول بقى تروح تحضر احلى كوفي ليك عشان نشوف بقى الموضوع ده. تابعوني على تشانل هبة اف ام لغز حكاية. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم في حلقة جديدة، واهلا بيكم في اهم حلقات التعامل بصفة عامة في تشانل هبة اف ام. ويلكم. هو ايه المقصود الحقيقي ده بموضوع السمكة؟ اقول لكم، بس قبل ما اقول بقى على السريع كده ننزل نعمل لايك واشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله اول باول، وده لو انت لسه ما اشتركتش. اما لو انت مشترك يكفيني لايك وكومنت شيك زيك. تمام؟ خلينا متفقين بقى قبل اي حاجه ان معظم الناس بقت محتاجه كتالوج، وان التعامل معاهم بقى شبه صعب او مستحيل، وانك لو فكرت لحظه كده انك تاخد خطوه بجد في قرار الارتباط بتكون محضر دكتور نفسي الاول قبل العروسه او العريس. من الاخر الموضوع ده فاشل، ولو عقلك هيألك بانك لقيت الشخص الصح بعد كل اللي قلته لك ده، يبقى انت بقى اللي عايز تجري ورا كلمه توريط. ها، فركشت ولا لسه؟ ها، لسه في نيتك الارتباط؟ احبطتكوا صح؟ والله كان فاضل لي شويه وانا اللي هصدق. كل الكلام اللي قلته لكم من شويه ده مش كلامي للاسف، ده كلام معظم الناس اللي بتبقى دايما حواليك. اصل انت منتصر ايه من حد لسه مفركش او في مرحله انه يفركش اصلا خلاص وبيعالج نفسه بقى وتقريبا واقع من العاشر بسبب علاقه فاشله حصلت له في حياته؟ منتظر ايه سيادتك؟ لازم دي تكون نتيجتك يا صديقي. بس انتوا تعرفوا عني اني بقف على حد او في مشكله اصلا ممكن تيجي كده تقف قدامي وما حلهاش؟ اسمع بقى وركز معايا يا صديقي العزيز في الحوار الناري ده. مبدئيا كده انا هقول لحضرتك ازاي تقدر تتفادى مرحله الفشل في اي علاقه انت فيها، سواء بقى انت كنت فيها بالفعل او لسه هتدخلها. من الاخر هأمنك هما 7 حاجات بالظبط لازم تركز فيهم كويس جدا عشان تحافظ على شكل علاقتك اللي من وجهه نظرك مش هتتكرر تاني ابدا، وكمان برضو عشان تفضل محافظ على شكل هيبتك وكرامتك حتى لو لا قدر الله ما حصلش اي نصيب. والاهم بقى من كل ده انك توصل للي انت عايزه في اي موضوع. اول حاجه معانا في ال7 حاجات انك لما تفكر تتكلم لازم تكون بطيء في الكلام وتسمع اكتر ما تتكلم. عايزك بقى تسأل نفسك في الوقت ده هو فعلا خلص كلامه ولا لسه بيكمل؟ ليه؟ عشان لو انت كنت الشخص اللي بيتكلم في البدايه كتير وبتسبق دايما الاحداث وبتقول كلام غلط او بتتصرف في حاجات او في كلام ما ينفعش انك تقوله اصلا، يبقى مش متوقع حاجه من حضرتك بعد كل ده غير انك تقع في كارثه في النهايه. ومين السبب؟ سيادتك. انا بقى جايه النهارده عشان اقول لحضرتك وانقذك بانك ما تقعش في نفس الاخطاء دي. واول حاجه لازم تكون بتتكلم ببطء. يعني مثلا لو حضرتك كنت بتراسل حد عبر الواتساب مش لازم ابدا تكتب كل اللي انت عايزه كله في رساله واحده. غلط كده. اكتب كلمه جمله واستنى الرد الاول وبعدين ادخل في اللي بعدها. يعني من الاخر يرد عليك ترد عليه وهكذا. وده عشان ما تبانش ليه انك شخص ملهوف عليه او مزعج لا قدر الله ولا قدر الله، ده انت بالفعل بتكون مزعج. افضل دايما او حافظ على الاسلوب ده يا صديقي في البدايه، انك تكون بطيء في الكلام واسمع اكتر ما تتكلم عشان توصل لمرحله انك تاخد منه كل اللي انت عايزه، سواء بقى من معلومات او افكار او حتى ترتيب شخصيه عن الشخص ده، وعشان كمان تقدر تفهمه صح بس بالتدريج. ودي المهاره الاولى اللي كنت بتكلم عنها. اما بقى المهاره الثانيه وهي اهم مهاره على الاطلاق، بلاش تظهر ردودك بسرعه جدا، بلاش تفضح نفسك وتقل. بمعنى بان لو في شخص ضايقك مثلا بلاش تظهر غضبك ده بسرعه جدا، حاول داريه على قد ما تقدر والتزم الصمت، او استخدم اسلوب بتاع قاسمين الغيظ ده، عارفينه طبعا. او مثلا لا قدر الله بعيد عن السامعين طبعا عشان دي اكتر حاجه بتضايق، بان شخص كده انت مركز معاه شويه طلبت معاه فجاه كده بانه يتجاهلك بسبب بقى او من غير، ده مش قصتنا دلوقتي. بلاش تروح تلفت نظره وتقول له غلط، او شخص مثلا طلب منك اي حاجه ما توافقش على طول كده من غير ما تفكر حتى لو انت محتاج لده بالفعل. اتقل بقولك، وحاول دايما خد وقتك في التفكير، ما الدنيا مش هتطير، خليك واثق في نفسك شويه. ليه بقولك كده يا صديقي؟ عشان ده في حد ذاته هيساعدك جدا على ان ردود افعالك للي قدامك هتكون منطقيه، وطبعا ده في مصلحتك. نوضح اكتر، يعني انت مثلا لو كنت شخص مزعج وانا كان رد فعلي على موقفك ده كان ايه اللي انت بتقوله ده، وابتديت اتنرفز واقول لك انت شخص مزعج وكذا وكذا وكذا، وتحولني وتحول شخصيتي وتنرفزني اصلا، واحتمال كبير جدا تقوم بيني وبينك مشاجره، وطبعا حضرتك وقتها بتكون مسقط خالص من حساباتك
ان في ناس جنبك تقريبا ومتابعين المباراة الحماسية اللي حضرتك بتقدمها، اللي حضرتك برضو من غير ما تاخد بالك بتكون بطلها. ومش بس كده، ده ممكن يطلعوا مراقبينك اصلا وياخدوا منك بقى موقف من رد فعلك الشديد ده. يعني هيعلموا عليك، يعني ورطت نفسك في مشاجرة وفرجت الناس كمان عليك. عاجبك انت كده دلوقتي؟ ده غير بقى الاهم من كل ده، ان حضرتك بلا استثناء بتكون ضايقت نفسك بنفسك وعبرت عن مشاعرك للي قدامك بكل هجوم ونرفزه. ده في حد ذاته بقى هيوقعك قدام الناس في فخ انك غلطان. لكن لو حضرتك التزمت بالصمت في مواقف الغضب دي اللي ممكن تتعرض لها في اي وقت، ده لوحده كفيل بانه يخليك تتمهل اكتر وتاخد قرار صح في حاجه انت بتقولها للي قدامك. ده غير برضه والاهم بان اللي قدامك ده مش هيلحق يمسك عليك غلطه اصلا، خليه هو يغلط عادي. لكن انت برنس تقيل ما تغلطش، وده المفروض. ملخص الكلام هنا انك تتمهل دايما في الرد وما تكونش ابدا متسرع. تالت مهارة معانا بقى هو انك بلاش تسأل نفسك اسئلة لتصرفات شخص معين. والاهم من ده هو انك بلاش تقول لنفسك او تحضر اسئلة معينة للشخص اللي انت منظر عليه بينك وبين نفسك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بافتراض مثلا بان في حد بعينه مضايقك او بيعاملك بطريقة معينة مش عاجباك، سواء بقى كان قاصد او حتى جت معاه بالغلط. مش قصتنا برضو دلوقتي. بلاش تشوفه من زاوية انك بتسأله سؤال لنفسك زي انه ليه بيعمل معايا كده، وتقعد بقى تسيب لنفسك علامات استفهام بعدها، وتفضل بقى طول الوقت حاطط ومأكد في ذهنك الكلام ده في كل مرة بتشوفه. ده انت بكده مش هتضايق نفسك وبس، ده انت بكده بتموت نفسك بالبطيء. بلاش الاسلوب ده في التفكير، لان احيانا احنا بنحسم الامور غلط او اللي قدامنا حتى بيوصلها بالغلط، فبنتضايق اصلا غلط وعلى الفاضي. انا بقى عايزاك تفكر بطريقة اشيك واذكى شوية. حول السؤال وخليه كده، ليه انا بتضايق بسرعة؟ بدل هو ليه بيعاملني كده؟ عايزاك تحول السؤال لتحدي دايما. ولو هو بيتجاهلك بلاش تقول لنفسك كده، ليه الشخص ده بيتجاهلني؟ هو مش شايفني ولا ايه؟ حول السؤال وخليه كده، هو ليه انا اصلا مركز معاه؟ هو انا اعجز يعني اني معرفش اطنشه وما ردش عليه زيه؟ كده بقى استمر. من الاخر خلي نقطة القوة دايما في ايدك وبمزاجك، عشان باختصار شديد جدا لما تفكر في حل مشكلة للطرف التاني ما تعقبش المشكلة اكتر، عشان للأسف بتديها حجم اكبر من حجمها. لكن لما تعوج الزاوية شوية وتفكر من اتجاهك انت بطريقة تانية زي ما انا قلت لك دلوقتي، هتعرف هنا تلاقي لها حل وتكون كمان عرفت تسيطر عليها. ده غير انك فعلا مش هتتضايق ابدا. وخلي بقى اللي يفكر يضايقك، ما احنا خلاص حلينا المشكلة دي وما بقاش يأثر. خليك ذكي بقى، هو اصلا لو حللنا الموضوع هنلاقي انت اللي حضرتك بتضايق نفسك بنفسك. ليه؟ بطريقة تفكيرك في البداية انت اللي بتفكر غلط، فبالتالي بتضايق نفسك. والمقصود هنا من كلامي انك دايما تسأل نفسك السؤال الصح، او بمجرد بس تفكر فيه، فكر في الطريقة الصح. وده ملخص الموضوع. اما بقى المهارة الرابعة وهو بان حضرتك لازم دايما تكون باحترام حجمك. بمعنى انك لو لقيت شخص معين او اي شخص بيحاول يشوف نفسه عليك او بيتغير عليك فجأة، فتغير شبه. بسيطة اهي. بيتعالى عليك اتعالى عليه، بيقلل منك وبيثبت نفسه قدام الناس على حسابك، اعمل زيه في الوقت اللي يليق فيه، مش خسارة فيه. عايزاك ما تحرموش من اي حاجة. المهم في الاخر اوعى تتضايق او تتأثر بكل اللي حواليك، او تحس للحظة انك اقل من حد، وان اي حد بيفكر يهاجمك او يقلل من شأنك او بيعمل كده متعمدا فيك، بيعمل كده من الاخر عشان اكيد شايف فيك حاجة اقوى منه او احسن منه، فما بيبقاش عنده اي سلاح غير انه يعرف يشككك في نفسك. وانت للأسف بتكون فريسة ضعيفة وبتديله الفرصة انه يعرف يضايقك، فخليك اذكى منه وضايقه انت قبل ما يفكر هو يضايقك. خليك ذكي واحسبها صح وما تخليهوش يعرف يضحك عليك. المهارة الخامسة بقى هو بانك تلعب دايما على انك شخص فضولي. ازاي؟ يعني مثلا لما حضرتك تعرف شخص جديد، حاول خد لك لفة كده على كل اهتماماته، وحسسه كمان انك بتميل لكل اهتماماته، وشجعه عليها كمان عشان تعرف تسايسه فيها لما يجي لك وقتها. وكمان هو من الناحية التانية هيبتدي يحس بان اهتماماتك انت هي نفس اهتماماته برضه، فهيحبك اكتر. وهنا بقى بتحصل الألفة اللي كتير من الناس مش قادرين يوصلوا لها، واللي فيه غيرك كتير بيدور عليها بقاله سنين ومش قادر يحقق المعادلة دي. فالمهم هنا هتلاقي حضرتك لما تعمل معاه كده هتلاقي المعاملة اتغيرت 180 درجة. ومش بس كده، ده كمان هيكون في وقت قليل جدا. الفكرة هنا من كلامي ده بان اي شخص هتتواصل معاه تعرفه دايما بان عندك حاجات وكلام كتير واشياء كتير مهمة في حياتك هو لسه ما يعرفش عنها حاجة، وانه مع الوقت هيعرفها،
مش تقول كل اللي عندك كده بسرعة وببلاش، وكمان من غير ما يسألك. طب ده اسمه كلام؟ لازم تعمل لنفسك دايت في الكلام عشان يفضل بس بنفس كفاءة اهتمامه ليك في البدايات. اما بقى المهارة السادسة وهي هتكون العقاب بالتخلي، بمعنى بان اي شخص بيعاملك بطريقة مش شيك ومش عاجباك او اي اسلوب سيء، فلازم هنا تمحي نفسك من قدامه فجأة. اختفي، اتبخر، ولو اضطريت بقى للاسف تظهر معاه بحكم الاحداث اللي حواليكوا او اي حاجة مشتركة بتجمعكم ببعض، يبقى تلاشاه. من الاخر عايزاك تعامله معاملة الجمال، يعني لا ترد على اتصالاته ولا مسجاته ولا تهتم اصلا بينك وبين نفسك هو موجود ولا لا. تعرف تشغل له عجلة الترس المصدية اللي في دماغه دي؟ تعرف؟ اعمل كده بالحاجتين دول، من الاخر هيربوه. اسمع مني، وهتلاقيه فجأة كده عدل نفسه وغير اسلوبه 180 درجة. لو ما كانش بيكلمك هتلاقيه يجري عليك وهو اللي يجي يسلم عليك اصلا. لو كان بيطنشك في الكلام وبيهتم بغيرك هتلاقيه بيسيب اللي في ايده ويرد عليك انت الاول. بس كده، هو ده اللي هيكون المطلوب. بذمتك بقى الكلام ده ما يستاهلش لايك؟ اخر حاجة معانا بقى للاسف عشان وقت الحلقة، وهو قبول الاعتذار. ايوه، انا عايزاك تقبل اي اعتذار عادي جدا، ما ترفضش ده وكأن مفيش حاجة حصلت اصلا. يعني لو الشخص ده كان عامل مصيبة معاك ومبوظ الدنيا على الاخر قوي، في كلا الاحوال عديله وسامحه طالما جالك لحد عندك وتأسف لك، وده لوحده بوينت جامد قوي، مش محتاجين غيره. بس لو حضرتك بقى قررت انك تأفور شوية وعملت فيها بقى عم الموجوع والكرامة ضاعت، واخدت بسياسة بقى اللي اتكسر ما بيتصلحش، وتشغلنا بقى طول الوقت بأهات وضياع وكلام من ده، كده مبدئيا احب اقولك انك بتضيع حقك بايدك. ده غير انه بيزهق منك بسرعة وبيمشي، وخصوصا بقى لو عنده شوية من الكرامة كده بتنقح عليه. بغض النظر بقى هو بيمشي او بيزهق، حضرتك كده من غير ما تاخد بالك ضيعت حقك او فشلت في انك تعرف ترجعه. واكيد طبعا ما ردتش كرامتك صح، واستخدمت اسلوب التعالي اللي كل الناس للاسف هتهاجمك عليه، وهتكون في الاخر بعد كل ده حتى لو مغلوط في حقك انت اللي غلطان. انت ممكن ترفض عادي انك تصالحه او تتكلم معاه، بس ده في حالة واحدة، لو انت حاسس بنسبة 100% ان الشخص ده مصدر ضرر ليك. ساعتها تقدر تبعد وما تقبلش اي نوع من الاعذار، لانه هيبقى حقك. فهمت يا صديقي؟ Thank you for watching. ما تنساش بقى يا صديقي تتابع كل الحلقات، وما تنساش كمان تعمل اللايك والشير. ازعل منك. انا هبة جابر، استنوني في لغز وحوار جديد في لغز حكايتك. See you.